واخيرا وبعد غياب 6 سنين عن شاشة السينما، الفنان الكبير محمد سعد رجع بفيلم جديد بعنوان الدشاش. ومش بس كده، الفيلم بعيد خالص عن الكوميديا. فيا ترى بعد ما شفت الفيلم هل اقدر اقول لكم ان دي العودة القوية لمحمد سعد والفيلم يستاهل انكم تدخلوه في السينما ولا لا؟ ده اللي انا جاي اكلمكم عنه في حلقة النهاردة. أنا طالب الرضا. رضا مات. الدشاش هو فيلم دراما إثارة تشويق من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن تأليف جوزيف فوزي، ومن إخراج سامح عبد العزيز. وبالمناسبة ده التعاون الثالث مع محمد سعد بعد مسلسل فيفا قطاطا وفيلم تتح. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن الدشاش اللي بيدخل في صراعات مع ناس كتيرة جدا بسبب شغله المشبوه، لحد ما بيحصل له موقف بيغير حياته 180 درجة، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف هيحصل ايه بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. مبدئيا كده، أول ميزة في الفيلم وبشكل عام هي عودة محمد سعد. الناس اللي ممكن تكون أول مرة بتشوفني، فأنا بحب محمد سعد جدا. بالنسبة لي هو أكثر ممثل وكوميديان أنا بحبه. فاللي أنا عاوز أوصله لكم قد إيه أنا كنت مبسوط إني بشوف محمد سعد مرة تانية على شاشة السينما بعد غياب طويل، وكمان بتفرج عليه بشكل مختلف. وهنا تيجي نقطة الأداء التمثيلي، وأداء محمد سعد في الفيلم كان أكتر من رائع، وبيأكد لنا انه ممثل تقيل وقوي بره الكوميديا. وللأسف انا شايف ان محمد سعد دخل في اعمال كوميدية خدت وقت كبير ومجهود كان ممكن يستثمرهم في اعمال تانية بعيدة خالص عن الكوميديا. هتقولي طيب يا سيدي، اداء محمد سعد في الفيلم زي كده اداؤه في فيلم الكنز وشخصية بشر باشا، اللي ساعتها كلنا كجمهور ونقاد اجتمعنا ان دي كانت اجمد شخصية، وان محمد سعد في الفيلم ده قدم دور عمره. هقول لك طبعا الشخصيتين مختلفين عن بعض، بس سواء شخصية بشر باشا أو شخصية الدشاش، فالاتنين محمد سعد لعبهم بطريقة حلوة جدا تخلي أي حد لو شاف بس الدورين دول وما يعرفش مين هو محمد سعد هيقولك مستحيل الراجل ده يبقى بيعمل كوميديا. يعني مثلا شخصية الدشاش احنا بنشوف خلال الأحداث إن الشخصية دي بتمر بتحديات بتقلب خالص حياتها وبتقلب الأحداث. التحديات دي محمد سعد بيقدمها بطريقة كويسة جدا، هيخليك ساعات تتعاطف مع الشخصية وساعات تتأثر معاها وساعات تبقى كاره الشخصية. فدي حاجة كانت حلوة جدا. من ناحية بقى باقي النجوم اللي موجودين في الفيلم، فكل واحد كان بيقدم أداء في حدود المعقول وفي حدود الشخصية. يعني مثلا باسم سمرة أداؤه كان كويس، مشاهده مع محمد سعد كانت حلوة، بس كنت اتمنى ان شخصية باسم سمرة تاخد مساحة اكبر من كده. ودي مشكلة ما كانتش بتواجه شخصية باسم سمرة بس، لا دي كانت بتواجه كل شخصيات الفيلم. حسيت ان كل الشخصيات كانوا بيخدموا على شخصية محمد سعد اكتر ما بيخدموا على الاحداث. مثلا شخصية نسرين امين ادائها كان حلو والشخصية تعتبر جديدة عليها. زينة ليها كم مشهد كوميدي في الفيلم كويسين. الفنان احمد الرافعي دوره حلو قوي في الفيلم، وليه اول مشهد يظهر فيه كان مشهد كوميدي حلو. الفنان الكبير رشوان توفيق كان اضافة مميزة في الاحداث. خالد الصاوي للاسف ما حسيتش بيه خالص، والنقطة دي انا هوضحها قدام في الحلقة. تاني ميزة القصة. على الرغم من ان قصة الفيلم كانت متوقعة جدا وهنتكلم عن الحتة دي بالتفصيل، بس القصة بالنسبة لك هتبقى مسلية، لان الفيلم واخد شوية الطابع الشعبي. فانت وانت بتتفرج على الفيلم مش هتبقى متضايق خالص، الايقاع بالنسبة لك هيبقى سريع. وزي ما انا قلت لك، حتى لو انت ركزت في القصة وعرفت الاحداث برضو مش هتبقى متضايق، وبالنسبة لك الفيلم هيبقى مسلي. وعارف طبعا ان في ناس دلوقتي بتسأل طب هل الفيلم ما فيهوش كوميديا خالص؟ احب اقول لك لا، الفيلم فيه جزء كوميدي حلو جدا. واكتر حاجة عجبتني في المؤلف جوزيف فوزي انه عرف يحط الجزء الكوميدي ده بشكل يخليني وانا بتفرج ما احسش انه مقحم في الاحداث، اللي هو انت حاطط كوميديا علشان ده فيلم لمحمد سعد ولازم يبقى في الاول وفي الاخر فيه ضحك. بس لا، ده ما حصلش خالص. الكوميديا متوزعة صح جوه الاحداث، وكانت فعالة جدا سواء افيهات او مواقف. الارض الفاضيه اللي كنت عايز تضمها اللي ورا الكازينو خلصت. في بضاعة نزلت السوق من ورايا، عايز أعرف مصدرها. تالت ميزة الإخراج والموسيقى التصويرية اللي كانت جيدة وماشية مع الأحداث. من ناحية الإخراج فده يعتبر أفضل فيلم للمخرج سامح عبد العزيز في الفترة الأخيرة،
لانه اخر كام فيلم ليه ما كانوش للاسف بالمستوى اللي احنا عارفينه من مخرج كبير زي سامح عبد العزيز. فالاخراج في الفيلم كان كويس من حيث التصوير، اختيار اماكن التصوير كمان الشعبية والحيوية كانت مناسبة للقصة. بعض مشاهد الأكشن اللي كانت موجودة في الفيلم اتقدمت بشكل كويس، ولكن في نقطة واحدة بس ما كانتش عجباني أوي في الإخراج، وهي إن ساعات كان بيحصل كلوز جامد أوي على وش الممثلين خاصة محمد سعد. يبقى في مشهد مثلا عادي جدا محمد سعد بيتكلم فيه، وفجأة تلاقي الكاميرا داخلة أوي على وشه وعاملة زوم. فالحتة دي بتاعت المسلسلات الهندي شوية. وكده المميزات خلصت، نخش في العيوب. لو انتم مركزين كده معايا ومصحصحين وانتم بتتفرجوا على الحلقة، في نقطة القصة قلتلكم ان قصة الفيلم متوقعة بس مسلية. في كده حدث في نهاية النص الاول من الفيلم خلاني اتوقع كل الاحداث في النص التاني. ودي مش شطارة مني، انا مش بقول ان انا جامد وبتفرج بقى على افلام وفاهم دماغ المؤلفين والكلام ده كله، لأ. بس فعلا قصة الفيلم كليشيه جدا، وللأسف المؤلف جوزيف فوزي ما حاولش ان هو يقدم القصة بطريقة تخليني قاعد كده متفاجئ، اللي هو ده انا دي ما كنتش متوقعها خالص. لا، الفيلم احداثه متوقعة جدا، وللأسف في النص التاني في بعض الاحداث اللي بتتكروت، وهتلاقي نفسك في اسئلة كده بتدور في دماغك، طب ازاي ده حصل؟ طب بالسهولة دي؟ طب انت عملت كده ازاي؟ بس الاسئلة دي ممكن تتغاضى عنها وتستمتع بحاجات تانية. زي ما قلت لك كده الفيلم مسلي، هتستمتع بأداء محمد سعد، بس للأسف القصة والسيناريو كانوا محتاجين شغل أكتر من كده. ده غير كمان إن من ناحية الشخصيات زي ما أنا قلت لكم، شخصيات الفيلم ما كانوش بيخدموا على الأحداث أكتر ما هم بيخدموا على شخصية محمد سعد بس. شخصية باسم سمرة كانت شخصية حلوة، كنا ممكن نعرف ماضي أكتر عن الشخصية، نشوف مشاهد أكتر مع محمد سعد. مثلا دور زينة، أنا كنت مستني جدا ثنائية محمد سعد وزينة، لأن الثنائية دي آخر مرة شفناها كانت في فيلم بوشكاش من سنين. للأسف أنا ما حسيتش خالص بالثنائية دي. خالد الصاوي ظهر في مشهدين أو 3، ما حسيتش بيه خالص، وللأسف أداؤه في الفيلم ما كانش أفضل حاجة. شخصية نسرين طافش برضو شخصية عادية. فشخصيات الفيلم كانت محتاجة شغل أكتر من كده. وبس كده العيوب تقف لحد هنا، فندخل في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم الدشاش هو 7/10. ما اقدرش اقول لكم ان الفيلم ده هو العودة القوية لمحمد سعد في السينما، لكنه افضل بكتير من افلامه الاخيرة، ومبسوط بالعودة دي ومبسوط بالنجاح اللي بيحققه الفيلم وبالايرادات اللي بيحققها كل يوم. واتمنى ان محمد سعد يكمل على الاستمرارية دي، ونشوفه في افلام تانية سواء بقى كوميدية او بره الكوميديا، ونشوفه كمان في الدراما. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة. وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. ألف شكر على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.